شلونكم؟ اليوم سويت لكم بانيه وتمن، بانيه تجنن. طريقه سهله سريعه، طريقه اهلنا. فبالبدايه قلمت البانيه مثل ما راح تشوفون. وراه راح احضر اللحم غسلته وخليته بالقدر وخليت عليه ماي وراح اسلقه. يكون السلق مالته كامل يعني حد الاستواء. البانيه غسلتها، لازم تغسلوها بنات لان بها كلش اتربه هوايه. حضرت الطماطه حتى اسوي عصير الطماطه للبانيه. بالقدر خليت شويه زيت، خليت اللحم بعد ما استوى خليت عليه، راح اخلي عليه ثوم. ورا ما اخلي الثوم واحمسه كل زين. ضروري تضيفون البانيه وتحمسوها ويا اللحم ويا الثوم حتى تتجمع النكهات كلها. ووراها راح اخلي ما يقارب استكان كامل اني من مي سلق اللحم او المي العادي براحتكم، حتى انه تتبخر شويه البانيه. اما الخطوه اللي بعدها طبعا تخلوها 3 دقائق. الخطوه اللي بعدها تخلون خاشوقتين كبار من المعجون وهم تحمسوها حتى ريحه المعجون تروح، بس على كيف تحمسوها حتى ما تنمرد. اما الخطوه اللي وراها راح اخلي عصير الطماطه. ورا ما اضيف عصير الطماطه اضيف مي سلق اللحم. اما الملح فيكون اخر شيء من تستوي البانيه انا اضيف الملح. هنا انا قلت لكم بعد ما خليت مي سلق اللحم. اما التمن انا استخدم التمن محمود، تمن بسمتي حبه طويله. انا قاعده نص ساعه وراها اسوي بطريقه البزل، يطلع لي بهذا الشكل واتركه يتهدر. وعلينا وعليكم بالف عافيه.